الإبداع بالذكاء الاصطناعي. إيه هي المهارة دي؟ هي إن أنت تستخدم ال AI في التصميم، في الرسم، في الموسيقى، في الكتابة، وتكمل عليه أنت بطريقتك الخاصة. طب إيه فايدة المهارة دي؟ بتزود إنتاجيتك كمبدع، وطبعا باستخدام الأدوات دي بتخليك تنجز حاجات كتير كانت بتاخد منك أيام أو أسابيع في ساعات فقط. اتعلمها فين؟ برضو يوتيوب، اعمل عليه سيرش هتلاقي فيه حاجات كتير بتتكلم عن المهارة دي، زائد برضو في موقع اسمه Future Tools Directory. طيب ايه الادوات اللي بستخدمها؟ طبعا باختلاف انت عاوز تعمل ايه. مثلا ميد جيرني اللي هو يعمل لك صور وفيديوهات، في عندك ادوبي فايرفلاي ده للرسم والابداع، وفي عندك ساوند درو للمزيكا. طيب وتحتاج مني وقت قد ايه؟ عاوز اقول لك من اسبوعين تقدر تجرب وتكتشف الادوات دي، 3 شهور تكون قوي فيهم ان شاء الله. المهارة رقم 6 ألا وهي التعلم السريع والتأقلم، وهي إنك تستخدم ال AI في تعلم أي حاجة. يعني مثلا تفتح الشات جي بي تي وتقول له أنا عاوز أتعلم اللغة الإنجليزية. تخيل إن أنت مدرس لغة إنجليزية وبتعلمني الأساسيات والمصطلحات اللي ممكن أستخدمها